سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي، فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل، ندافع على حدود بلادنا فقط، ندافع على حدود بلادنا فقط، ونقولوها بكلمات بسيطة، بكلمات واضحة. أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره، اللي هو مدفوع في سياسة الهروب إلى الأمام، علينا نحن كأبناء شعب، كأبناء شعب خارجين من صلب هذا الشعب، خارجين من صلب هذا الشعب، ومناش مبعوثين من السماء، مناش مبعوثين من السماء، أن ننظر دائما للمستقبل. وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها قد يزج بك مرة أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب، هي ليست في صالح المغرب، وليست في صالح الشعب المغربي. هذه القوات المسلحة نتمنى أن تنظر وأن تفكر فيما حولها، للناس اللي راها تقتل فيهم هم ناس عرب ومسلمين، وأن الشيء اللي راه يطلب منها ملك البلاد هو أن تعتدي على حرمة وعلى وحدة بلد شقيق. فنتمنى أن لا تقطع خطة الرجعة، إن هناك بالأمس أصوات ارتفعت وسترتفع في المستقبل لا محالة، أصوات ضباط أحرار بدون شك سترتفع في المستقبل، وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة، في 4 سنوات، في 5 سنوات، في 10 سنوات رجال أحرار يحررون المغرب بالشعب المغربي من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة. جاءني خبر اليوم أن تسربا مهما جدا أراد أن يفتك بقرية بكرة، وهجوم عنيف واجهته القوات المسلحة الملكية، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يجعل من هذا اليوم يوم أمن ويمن وسعادة أبى سبحانه وتعالى إلا أن يعيد علينا نعمة الفتح ونعمة الانتصار، تلك النعمة التي نحمدها اليوم ونحتفل بها اليوم. فتمكنت قواتنا المسلحة ولله الحمد برد مهم جدا ضد العدو، فمات منهم أزيد من 150، وأصير منهم أزيد من 10، وحطمت عشرات وعشرات السيارات المملوءة إما بالبشر وإما بالذخيرة وإما بالوقود. أما نحن من جهتنا في الوقت الراهن لم نعرف من الشهداء إلا 5 فقط.